السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وهنا وعافية يا رب وسعادة دايما على طول. وحشيني والله كتير قوي يا حبايب قلبي. النهاردة بقى ان شاء الله زي ما انتوا شايفين كده هنعمل بسبوسة. معايا كيس من البسبوسة وكوباية لبن وكوباية زبادي وكيس بيكنج باودر اللي هو 16 جرام، ومعلقتين كبار من السمنة. زي ما انتوا شايفين هنزل الاول بالبيكنج باودر على انا هحطه كله علشان هو اللي هو بونوليكس مش اللي هو تاج الملوك، يعني التفاعل بتاعه مش زي اللي هو تاج الملوك، تفاعله ضعيف شويه، فهو ده اللي كان موجود يعني كده. انا هنزل بالسمنه كلها زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزه اقول لكم ما شاء الله اللي شاف البسبوسه دي ونزلت عليها بكوبايه لبن، اللي شاف البسبوسه دي كان بيقول لي هي هريسه بجد والله، يفتكرونا شاريينها من بره. احنا الحاجات دي يا جماعه بنجهزها. كان عندنا عيد ميلاد جودي ان شاء الله هينزل فيديو لوحده. التجهيزات يعني احنا كده هنجهز البسبوسه والجلاش، بس ده الفيديو ده الفيديو ماشي. لكن الحفله بقى وكده هتشوفوها ان شاء الله في فيديو التاني بقى لوحديها. يعني اخر التجهيزات بقى تشوفوا كله مع بعضه في الاخر. هنا انا ما عجنتهاش، انا لفتها يا دوبك على بعضيها كده. هنا بقى كده حبايب قلبي زي ما انتوا شفتوا كده خلاص يا دوبك لميتها على بعضيها. وهنا دهنه الصينيه سمنه ومسخنه الفرن مجهزاه. وهنا يا دوبك هسويها كده وهخبطها، يعني هظبطها بايدي وهخبطها خبطتين على الرخامه، وهدخلها بقى ايه الفرن. وهعمل بقى واحده كمان، بس الصينيه اللي هعمل فيها تاني هتاخد معايا كيس ونص، يعني شاريه كيس وكان عندي حوالي كوبايتين من نص كيلو سميد بسبوسه كان سايب عندي، ففضيت الكميه دي على دي. هنا بقى هحط عليها برضو بقى الكميه التانية وكيس البيكنج باودر برضو. وهنا بقى فضيت علبه الزبادي برضو، ونفس اللي عملته في الصينيه الاولانيه هعمله في الصينيه دي. وبرضو اللبن كوبايه اللبن، بس على فكره الصينيه الاولانيه هي اللي كانت كيس وشويه، يعني كيس ومجين من السميد البسبوسه السايب، فده كيس بس. يعني هنا اتلخبطت بس عشان هناك المقادير حطيت كوبايه ونص لبن والكيس كله، هنا حطيت كيس حايشه منه ربع معلقه وكوبايه لبن بس. لميتهم برضو كده على بعض زي ما انتم شايفين. وبالمناسبه على فكره نسيت اقول لكم ان انا حاطه جوز هند، حاطه جوز الهند في البتاع في البسبوسه في العجينه، يعني وانا بعجنها كده، بس انا نسيت اقول لكم يعني عليه. هنا برضو هفردها بنفس الطريقه بتاعه الاولانيه. شايفين انا عايزه اقول لكم والله يعني ما شاء الله بألف هنا للي اكلها، كانت تحفه جميله. دي برضو هدخلها الفرن وهتشوفوها دي. طبعا دي الاولانيه اهي، شايفين ما شاء الله عامله ازاي، وهتشرب كل كميه الشربات اللي انا هحطها، يعني اللي انا هحطها لها هتشربها كلها. هنا طبعا قربت لكم الكاميرا شويه، والله كانت جميله بألف هنا. انا والله ما فاضلي اكل منها بسم الله ما شاء الله. يعني كنا عاملين بقى جنبيها جلاش اللي هو العيش المدور ده، ومحشي كريمه وفوق الكريمه شوكولاته صوص فراوله معلش. هنا طبعا دي كده الصينيه التانية اهي. حبايب قلبي ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ويا ريت تفعلوا الجرس للكل عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي. دي طبعا كده كنا مجهزين بقى الاطباق اهي. في اطباق اللي هي السيلفر اللي انتوا شايفينها دي كانت علشان الاطفال، لكن بالنسبه للكبار كنت حاطه اطباق اللي هي الاكروبايركس هتشوفها دلوقتي عسلي. دي انا بوريها لكم، دي السيلفر ودي اللي هي العسلي. كده حبايب قلبي بقى ان شاء الله هوريها لكم بقى، يعني هوريكم كل التجهيزات بقى ان شاء الله. بس نزلت البسبوسه في فيديو، والجلاش ان شاء الله هينزل لكم في فيديو تاني. واحنا جبنا جاتوه طبعا غير التورته،
وان شاء الله تبقى تشوفوها زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ما شاء الله انا بخرطها عامله ازاي. والله كانت جميله. بتمنى ان انتوا تجربوها، ويا رب الفيديو ينال اعجابكم، وان شاء الله يا رب كده يعني يبارك لي فيها ويطول لي في عمرها يا رب ويهديها لي، واعمل لها كده على طول باذن الله. وطول ما حبايبي الحلوين متابعين الغاليين معايا ان شاء الله هنعمل كل حاجه حلوه، وطول ما في دعم منكم انا بشكركم والله على دعمكم ليا. مع السلامه.